تفاعلات وديناميات. والمغرب في ذلك لا يختلف عن وتيرة تطور العديد من البلدان العربية والإسلامية ودول العالم الثالث عموما التي خضعت للاستعمار الأوروبي. ونعرف أن الاستعمار والجبهة الاستعمارية ذات وجهين، فهي من جهة سيطرة واحتلال وإلغاء للرموز الوطنية، ولكن من الجهة الثانية هي تجربة تحديث. وكما يقول العديد من السوسيولوجيين العالميين أن التحديث أو أن الاستعمار هو الطريقة التي اتخذ بها التحديد بعدا كونيا أو بعدا على مستوى العديد من القارات. إذن هذه التجربة أو الصدمة الاستعمارية يسميها البعض الصدمة الاستعمارية التي هي في جزء منها أو متعددة الأوجه، ولكن هنا يهمنا هذا الوجه المتعلق بهذه الخلخلة، بأشكال الخلخلة وأشكال التطور التي حدثت خلال هذه الفترة، من حيث أن المغرب كما قلت خرج من إطار الزمن الرتيب التقليدي الكلاسيكي لينخرط وينفتح على الزمن الكوني، على زمن الكون وعلى شعوب وعلى حضارات أخرى وعلى ثقافات أخرى تتسم. هذا التلاقي وهذا التلاقح صاحبه بعض السرعة والعنف في التطور والاندراج في مخاضات ومآلات لم تكن مألوفة في القديم ولا حتى متوقعة. قلنا هذا الصدمة الاستعمارية أو عهد الاستعمار تجتمع في هذا السمتان: صدمة الاستفاقة على عصر جديد وعلى زمن جديد وعلى قوى جديدة دفعت الشعوب إلى الانخراط في الزمن العالمي الجديد بعنفه وبمفاجآته، يعني اختراعاته وتجديداته التي كانت تصدم الوعي التقليدي والوعي العامي السائد في هذه البلدان، والذي أدخل ربما هذه البلدان وأدخل ثقافات هذه البلدان في نوع من الشقاء، من حيث أنه صدمها وصدم تصوراتها الذاتية، لأنه تصور نفسها شعوب متميزة عندها مشاعر متميزة، عندها ثقافة متميزة، عندها تاريخ متميز، عندها امتلاك للحقيقة إلى غير ذلك. في قد تبلغ أحيانا ما يسميه البعض بالنرجسية التاريخية أو النرجسية الحضارية أو شيء من هذا القبيل. فإذا أعظمت الحداثة في هذه البلدان ارتبطت بالصدمة الاستعمارية، وذلك من حيث أن الاستعمار كما قلت هو احتلال للأرض ونهب للخيرات واستيلاء على الرموز السياسية وعلى السيادة الوطنية، لكنه بنفس الوقت التجربة الاستعمارية تقترن بتنظيم المدن وتخطيط الطرق وتنظيم المواصلات وإنشاء السكة الحديدية والنظام الإداري والمدارس العصرية وقواعد التعامل المالي عبر الأرناف، إضافة إلى إدخال الآلات والمكننة والتقنية في مجال الإنتاج الاقتصادي في الصناعة والزراعة.